في هذا الفيديو غادي نهضر على الفيديو ديال سميرة اللي في العنوان ديالها كتبت لنا ميساج اخوتي العزاز، والفهم يفهم. المتتبعين ديال سميرة كيف العاده اذكياء. طلعت ونزلت وحلفت ما نخطيه، لان فعلا طلعت ونزلت وهذا النهار ما خرجش مسكينه من المحكمه حتى لواحد الوقت. والصراحه الناس اللي كيفطروا مع سميره مساكين بقاو هذا النهار هذا بالفطور ديالهم ناقص. واخا سميره مسكينه دارت كل مجهوداتها باش تعطيهم داكشي اللي قسم الله، ولكن شوفوا هذا السيد هذا فين تسبب الولاد انهم يوقفوا قدام المحكمه هذا النهار ويواجههم. وشوفوا اخوتي العزاز، يعني هذا السيد فين تسبب للناس ان الناس صائمين اللي كتفطرهم سميره وكتخرج لهم الماكله راهم هما اخوتي العزاز من الماكله ديال اليد. ويعني السيده مسكينه اضطرت انها تشري لهم الماكله غير من السوق، شرات مسكينه بغرير ويعني وشي خبيزات هكا باش مسكينه ديبانيهم باش ما كان وما تخليهمش بلا ماكله. ولكن هذا السيد هذا الصراحه قلبه قاصح وحسن عوانه. والصراحه اللي سمعت هو ان بكبر اخوتي العزاز حضر تما في المحكمه وحضرت المصرانه، ولكن الطامه الكبرى هي ان لينا صدمات بكبر اخوتي العزاز، صدماته في المحكمه. المهم خوتي كيف ما شفتوا سميره ما هضرتناش في العشيه على شنو وقع في المحكمه، ولكن دوزت ميساج اخوتي العزاز يعني في العنوان وقالت لك يعني طلعت ونزلت ولكن حلفت ما نخطيه. حلفت ما تخطيه لان فعلا سميره حتى هي قدمت شكايات ودافعت على راسها وواجهت هذا السيد هذا اللي كما قالت في الصباح نقطه مره في حلقه. ما قدر يدوزها عصير، ما قدر يدوزها ماء. وغي هاد الكلمه هادي او هاد الجمله هادي تكفي الزوجه الثانيه خوتي العزاز، لان ولو ان هاد السيد تزوج وكانت هاد المراه فعلا مراه حره وفعلا مراه قدرت تنسي راجلها، فالمراه الاولى ما كانش غادي تخليه يدعي هاد المراه او الطليقه ديالو أمة 4 ديال الوليدات. ولكن مادام ان فعلا سميره كما قالت نقطه مره على قلبه ما قدر يدوزها ما قدر يدوزها عصير. شنو هو الماء خوتي العزاز؟ ما قدرت يدوزوها الناس العيالات اللي عرفهم من قبل، ما قدر يدوزها عصير اللي هي المراه الثانيه اللي مزوج بها، حتى داك العصير ما قدر يدوز سميره. المهم غير هذه الجمله هذه كافيه وموفيه، لان السيده عارفين عندها مسؤوليه، عارفينها هزت وليدات، عارفينها عندها خصها تقري، خصها تلبس، خصها طيب، خصها توكل، خصها تشرب، خصها تمشط، خصها تغسل، خصها بزاف ديال الحويجات تابعينها. ولكن هاد السيده ما خلاوهاش تخدم على راسها، ما خلاوهاش تخدم على ولادها، تابعينها خوتي العزاز في حياتها. ما قادرينش يتحملوا انهم يشوفوا هاد السيده هادي ناجحه في حياتها وقادره تهز المسؤوليه ديال 4 ديال الوليدات. المهم غادي نهضروا على شنو وقع اليوم في المخيم اخوتي العزاز، وشكون كان حاضر في هذاك المخيم، وعلاش اخوتي العزاز لينا صدمات بكبور، علاش صدماتو بردة الفعل ديالها. المهم علاش سميره باقا كتصور بنيتها. اليوم شفنا في العشيه، ولو ان قالت لنا البارح اخر فيديو، ولكن الحمد لله منين دازت اخوتي العزاز، منين دوزت المخيم ديالها فرجعات سميره كتصور لينا ويعني واشراق. بزاف الناس ما فهموش علاش باقا كتصورهم وعلاش بينتهم بعد ما ان في الفيديو البارح قالت هذا اخر ظهور لوليداتي في القناه، اخر فيديو لوليداتي في القناه. المهم الصدمه كانت كبيره اخوتي العزاز، والحرب عاد بدات مع سميره اخوتي العزاز، لان مادام كيحاربوها حتى هي غادي تحارب بطريقتها. وداك الشيء علاش كتبت لنا في العنوان حلفت ما نخطيه، لانها طلعت ونزلت في الاول ويعني وميكات ماشي سامحات، حاولت ان تستقر في حياتها ولكن ما خلوهاش. قالت لك حلفت ما تخطيه، حتى هي دفعت شكايات اخوتي العزاز، ماشي شكايه وحده وانهما شكايات. المهم نعطي التحيه باش نهضروا على هذه الشكايات اللي دارت سميره يعني يعني بالطريق باب 4 ديال الوليدات اللي وقف اليوم وليداته في المحكمه. وغادي نسولوه نقولوا له كيفاش كان الاحساس ديالك وليداتك واقفين في المحكمه اليوم معاك، لان البنات بجوج اللي داتهم معاها اخوتي العزاز راكم شفتوا يعني رجعوا معاها ضلوا معاها النهار كامل. وحتى اختها كوثر كانت معاها مسكينه وسمحات في شغالها ومشات مع اختها تساندها، مشات كوثر ومشات لينا ومشات اشراق. وداكشي علاش قلت لكم ابا كبور اليوم تصدم من ردة الفعل ديال لينا، اللي باها وجدها كانوا سبب انه وقفوا امها في المحكمه، وكان ممكن يكون اعتقال لان هذا تشهير واتهمها بالتشهير ديال الاطفال.
ولو ان وليداتها وكتبينهم في صوره زوينه، ولكن هما اتهموها بتشهير الاطفال. فردة الفعل كانت صادمه. خوتي العزاز، تحيه لكم كبيره، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه. خوتي العزاز، اللايك ديالكم وتعليقاتكم ولا لا خدتكم يا احلى واغلى متابعين، وشكرا لكم على المسانده والدعم ديالكم والتشجيعات، ومرحبا بالناس اللي انضمت لي جديده. الصراحه شفنا سميره مسكينه جات كتجري، بقات بجلابتها حتى يعني دارت دوك الناس اللي كتخرج لهم، دارت لهم الحسوه، جابت مسكينه البيض سلقاتو، شرات البغرير، يعني دات كل مجهوداتها باش تخرج داك الفطور اللي موالفه تخرجوا لدوك الناس اللي هما محتاجين فعلا داك الافطار ديال الصائم. الله يجعلها في ميزان حسناتك. وسميره سيري في طريقك اختي، راكي غاديه في الطريق الصحيح، والحمد لله ان هاد الصدقات اللي كديرها هما اللي شادين عليك وهازين عليك. ومادام ان رجعتي كتصوري لنا لينا وصورتي لنا اشراق في واحد القطه، يعني الامور راه بخير وعلى خير اخوتي العزاز. وشوفوا سميره اخوتي العزاز راه من حقها تصور الوليدات ديالها، راه ما غاديش تمنع عليهم، هي غير كانت خايفه مسكينه. داكشي علاش كتبت هذاك العنوان البارح في داك الفيديو، قالت ربما يكون اخر فيديو، كانت خايفه من الحكم. ولكن يا جبل ما يهزك ريح، الحمد لله ان ما تمنعتش من التصوير ديال وليداتها وما تعتقلاتش، الحمد لله ما دايره ماشي شي حاجه قبيحه، ماشي رهن الاعتقال او لا نقولوا بان حاله سراح مؤقت، لان الحمد لله ما دايره حتى شي حاجه قبيحه. ولكن مادام ان هذا السيد هذا بدا، فاخوتي العزاز العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. قلب عليها ويعني قلب عليها وجبدها، حتى هي خوتي العزاز راه غادي تدافع على راسها بالقانون، حتى هي عندها يعني دلائل، حتى هي عندها خوتي العزاز وثائق اللي كتدل بان هذا السيد هذا كيدير بزاف ديال الحوايج اللي هو مانحهم عليها. او كيصور بالبيبي ديالو، او صور بولادو وهما باقيين صغيورين باينهم في اقبح الحالات، يعني بزاف ديال الحويجات. البيبي مازال في كرش مو كيخدم به، وهي قال لك لا، ولادو ما بغاهمش يبقاو يبانوا في السوشيال ميديا، ما بغاش امهم دير بهذا الشهر. شوف اخوتي العزاز، هو راه ممكن يمنحها من التصوير، ولكن مازال ما تحكمش عليها انها تمنع. وكذلك حتى هي الا بغات تمنعوا من التصوير ديالهم يعني وطالبوا بدوك يعني ترفع، ماشي طالبوا، ترفع شكايات حتى هي على داك التشهير اللي كان كيشهر بهم، واللقاء اللي دار به البوز وصور بهم وطلع بهم فيديوهات، ومن قبل عاودت القناه. حتى هي راه من حقها، لان حتى هي دارت خدمتها اخوتي العزاز، فمن حقها انها تدافع على راسها بالطريقه باش هو كيهاجمها غتهاجمو حتى هي. فلهذا اخوتي العزاز سميره الحمد لله راه خرجت سالمه غانمه، اللهم لك الحمد. قلوبنا مع سميره، ضلينا هذا النهار هذا مضمضرين، ما درنا فطور في خاطرنا، ما دوزنا نهارنا في خاطرنا. ولكن شحال من دعوه هذا النهار دا هذا السيد هذا، لان الناس كلها كتقول حسبي الله ونعم الوكيل في هذا السيد هذا، لان جا حتى العواشر ورمضان ورفع دعوه باش بوليداته، كيحارب وليداته، كيحارب الام ديال 4 ديال الوليدات. يعني صراحه غير ديك الوقفه اللي وقفتي ولادك في المحكمه، وان الجد شاف بنت ولده، يعني قال لك اخوتي العزاز انا هادشي اللي سمعت، قال لك يعني الجد شاف لينا وعيط لها، قال لكم ما بغاتش تجي اخوتي العزاز، قال لك ما بغاتش تجي، عيط لها قال لها اجي لينا، قال لك وقلبت وجهها وما بغاش تمشي لعنده، وقال لك بدا كيغوت تما، قال لهم شهدوا بالحق، زعما شهدوا هي ما بغاتش تجيني. ولو كان بغيتي يا ودي يا با كبر بنتك تجيك وحفيدتك، لو كان منعتي ولدك انه يوقف امهم في المحاكم، لان كما قالت الام يعني راه الا دعيتو ديك الام راك بحال دعيتو دوك الاطفال، لان نقصتوا لهم من وقتهم، من وقت امهم اللي كتعطي لهم، من الحنان ديال الام ديالهم اللي كتعطي لهم، يعني من الدراسه، من الاكل، من الشرب. يعني راكم نتوما كتحاربوا يا ودي يا با كبر، كتحاربوا دوك الاطفال. دابا نتوما راكم ما درتوش شكايه بالاطفال بالام، لا درتو شكايه بالاطفال باش توقفوهم في المحكمه. دابا بدل ما ان هاد الاب هذا يفكر شنو يدير لوليداته ويشري لهم ويفرحهم في هاد العواشر،
لا، وقفهم في المحكمه قدامه اخوتي العزاز باش يواجهوه باهم في المحكمه. عما تلاقاش اخوتي العزاز بولادو، ونهار اللي تلاقى بهم في المحكمه وقفهم قدامه، ماشي حشومه وماشي عيب وعار اخوتي العزاز. اللهم نهضه منكر وكلنا سميره ولا للظلم. هاد الام اشنو طلبت من غير السلم والسلام، من غير انكم تعطيوها التقار، من غير انكم تخليوها تعيش وليداتها، تخليوها تعيش الاستقرار. ما طالبه والو سميره من غير الاستقلال، استقرار واستقلال من هاد الناس هادو. ياك انت تزوجتي، ياك انت يا عايش حياتك، ياك انت سعيد. لا، اللي تزوج وسعيد كيمشي لطر الزبل يعاود داكشي اللي راه يجبدو كما قالت سميره. والله الا دوزت لك ميساجات غير بالفن. ولكن تحيه للشياضمي اللي قدم لها واحد النصيحه، قال لها الصراحه انا عجبتني وما عجبتنيش، انا غادي نطرح هاد الفكره هذه اللي عطاها الشياضمي، فغنطرحها في هاد القناه ديالي ونصحها. وقال لها ما ترديش عليه. ولكن اخاي الشياضمي هي عندها متتبعين ديالها اللي كيتهولوا عليها وكيتخلوا عليها. فعلا ما تردش عليهم، متفقه معاك، ولكن باش ما تدوزلوش ميساجات، لا دوز ميساجات باش المتتبعين يعرفوا اشنو كاين، لان كيتهولوا الناس عليها. بحال دابا هي سميره فهموها المتتبعين كدوز ميساجات غير في العناوين. طلعت ونزلت وحلفت ما نخطيه، يعني قالت لك حتى هي غتدافع على حقها، لان العين بالعين والسن بالسن وبلادي اظلم. حتى هي دفعت شكايه ديال الفيديوهات اللي عنده في القناه. الشكايه اخوتي العزاز نيت كتجمع ما بين الوليدات اللي ديالها اللي باقين في القناه المليونيه، فيديوهاتها ومازال كيطلع بهم الارباح. يعني شكايه ديال حتى هو كيتاجر بولادو. شكايه ديال بزاف ديال هاد الولد هذا هذا الراجل اللي حارم ولادو من صله الرحم، وبغى يمنحهم حتى من مواقع التواصل ما يشوفهمش فيه. عاد زايده اخوتي العزاز الجد من فوق كيعيط لحفيدته. واش هاد الحفيده خليتو لها فين تجيكم وتدور بكم؟ راكم مطلعينها مهبطينها في المحاكم هي وخوتها وامها. ولكن برافو على لينا، والله الا عبرت عليه، عبرت على با كبور اللي جاي قال لك يحضر في المحكمه ويتشفى في الام ديالهم، لان هذيك كتبقى الام ديالهم وهي اللي عاطيهم الحنان وكتحن فيهم. اما نتوما قطعتوا الكبده اللي من جهتهم، قطعتوها. ضروري تكون ردة الفعل ديال لينا واشراق ما يقربوش عائله باهم، لان المره الاولى سميره رطبت لهم قلوبهم، ما كانتش كتقول لهم، ولكن دابا البنات كبروا كيتفرجوا وكيشوفوا. فلهذا هذا ردة الفعل اللي كانت عند لينا الا كانت فعلا بصح راه عادي جدا اخوتي العزاز. اما بالنسبه للزوجه الثانيه، الزوجه المصونه اللي قبلت على راسها انها جايه كزوجه باش يعني تعيش هاد الناس السعاده والفرح، وكيمثلوا على اساس انهم عايشين السعاده والفرح، وهي حامله منه وينوض ويدير شكايه بالطليقه بالمره الاولى وانتيا كاينه معاه وما قدرش ينساها. فغير هاد العصير اللي عطات ليهم سميره كافي ومكفي. يعني راها باقيه نقطه مره على حلقه، ما قدر يدوزها عصير، ما قدر يدوزها ماء. اذا انتي انا بعدا ما نرضاها لكش. عايشه مع راجل تزوج به وكيبين راسو على اساس انه سعيد معايا، ولكن ما قادرش ينسى المره الاولى ونايض يدير بها الشكايات. فانا ما نرضاش على نفسي، انا مع راجل ومجوجني راجل وينوض يبدا يجري من مورا الطليقه ديالو يدير بها شكايات. المهم خوتي العزاز، هذا كان الفيديو ديالي، نقول لكم سلام عليكم، تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.